علماء الدين بشر مثلنا، والكتب موجودة، والله انطانا عقول، فالتقليد شيء منطقي ومقبول؟ ليش نترك روايات المعصومين ونمشي ورا ناس عاديين؟ مو أكو روايات تذم التقليد؟ أجوبة هذه التساؤلات في مراجعة سريعة مع قصة التقليد. كان الإمام الباقر عليه السلام عايش بالمدينة المنورة، بس التواصل المباشر بينه وبين أتباع أهل البيت ما كان سهل، وهذا يعود لسببين. الأول هو مضايقات السلطة وتقييدها لتحركات الإمام، والثاني هو الانتشار الجغرافي الواسع لأتباع أهل البيت في الكوفة والبصرة وخراسان وقم واليمن ومصر وغيرها. مع ذلك الأئمة عليهم السلام كانوا مربين جيل من التلاميذ يتحركون بأمر المعصوم لسد حاجة الناس من الفتاوى الشرعية وإجابة المسائل وحل الخصومات. علي بن المسيب قطع مسافة 1000 كيلومتر من مدينة قم إلى خراسان للقاء الإمام الرضا، ولما راد يرجع سأل الإمام: شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال عليه السلام: من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمت على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه. الرجوع لأهل الاختصاص أمر طبيعي وفطرة مزروعة بينا. التفت حولك وشوف كل جوانب حياتك، تلقاها 3 أقسام: أمور تسويها بدون حاجة لسؤال أي مختص، مثل شرب الماء، الدراسة، الاتصال بالوالدة والاطمئنان على صحتها. أمور تبتعد عنها بدون حاجة لسؤال أي مختص، مثل شرب السم، النوم على سكة القطار. وأكو أمور مو واضحة عندك ولازم ترجع لأهل الاختصاص، مثل شرب الدواء، تصليح السيارة، بناء البيت. نفس التقسيم هذا موجود بالأحكام الشرعية. أمور لازم تسويها بدون حاجة لسؤال العالم، مثل وجوب الصلاة ومساعدة الناس. أمور لازم تتجنبها بدون حاجة لسؤال العالم، مثل شرب الخمر والتحرش بأعراض الناس. أكو أمور تحتاج سؤال المختص، تخليها براس عالم وتطلع منها سالم، مثل حكم بيع الدينار بالدولار، حكم شرب ماء الشعير، أو حكم التسوق الإلكتروني. مثل بقية تخصصات الحياة، نشأت في زمن الأئمة مجموعة من العلماء المختصين كونت حلقة وصل بين أهل البيت والناس، أمثال زرارة بن أعين، محمد بن مسلم، بريد العجلي، أبو بصير، وكانوا أصحاب وزن، بحيث نسمع الإمام الصادق يقول عنهم: أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست. وحتى مع وجود الإمام الباقر بالمدينة المنورة، كان يقول لتلميذه أبان بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. وهاي النخبة من تلاميذ الأئمة عليهم السلام كانت تعرف برواة الحديث. بعض الناس يتصور، أو أكو من يصور له، بأن رواة الحديث أشبه بمسجلات الصوت، شغلهم نقل حديث الإمام فقط، وما لهم أي حق يشرحونه أو يستنبطون منه الحكم الشرعي. يعني زرارة بن أعين بس يقعد بين الناس ويردد روايات وكل واحد يفهم بكيفه. هذا التصور خاطئ جدا. ارجع يا صديق الكتاب الكافي للشيخ الكليني الجزء 7، تشوف آراء كثيرة منقولة عن رواة الحديث بدون ما يذكرون أي شيء عن الإمام. يعني كانوا يستخرجون خلاصة الحكم الشرعي بدون إدخال الناس بتفاصيل الروايات، نفس النظام المعمول به لحد الآن. صفحة 83 ينقل الشيخ الكليني فصل كامل من آراء يونس بن عبد الرحمن تلميذ الإمام الرضا بدون أي رواية. صفحة 95 ينقل آراء الفضل بن شاذان تلميذ الإمام الجواد، وما يقول ليش يا فضل ما تذكر الرواية. صفحة 92 ينقل أن عمر بن أذينة اجى لزرارة بن أعين وعنده روايات مخلوطة ما يعرف شنو الحق بيها وشنو الباطل، فزرارة قال: سأحدثك ولا أروي لك. يعني إذا اختلطت عليك الروايات اتركها واسمع مني زبدة الحكم الشرعي. خلاصة الكلام، رواة الحديث كان عندهم مهمتين أساسية: الأولى يستمرون بحفظ وتناقل أحاديث الأئمة وصيانة هذا التراث العظيم من الضياع. الثانية تقديم الفتاوى الشرعية بحسب حاجة الناس. صحيح قد يختلفون بالجواب أحيانا حسب فهمهم للروايات، بس الإمام الصادق يقول: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. يعني لما يكون المصدر هو الثقلين وتكون دائرة الاختلاف بمسائل فرعية بسيطة، فالاختلاف وارد ومقبول وبيه توسعة على الناس. داود بن حسين يسأل الإمام الصادق: إذا صار اختلاف بالحكم بين 2 من رواة الحديث شو نسوي بهاي الحالة؟ الملفت للنظر الإمام يجاوب بدون أي تعليق على حالة الاختلاف وما يظهر أي انزعاج منها.
ويكتفي بإرشاد السائل لاتباع الأعلم عند الاختلاف. يقول: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه. وعلى فكرة، إذا عندك فهم مختلف للرواية فلا تحاول تشرح لنا، لأن ما يصير زرارة حق ينقل فقط وأنت تاخذ راحتك بالشرح. وبهالشكل يكون الأئمة رتبوا وضع أتباعهم ووزعوا المهام وبنوا التحصينات اللي تخلي المذهب يصمد بأقصى الظروف. وإجا زمن الغيبة الصغرى للإمام الحجة أرواحنا له الفداء، وكان فترة يستعد بها المجتمع للانتقال من حالة حضور الإمام بينهم إلى حالة الغيبة عنهم. واستكمل الإمام عليه السلام تحصين قواعد الشيعة بالرجوع للعلماء على نفس المسارين، مسار رواية الحديث ومسار إفتاء الناس. ومن سنة 329 للهجرة بداية الغيبة الكبرى لحد الآن صار 1110 سنوات، والعلماء يمشون على نفس الخط كامتداد لرواة الحديث. وهذه قضية أساسية بحوزة النجف الأشرف أو قم المقدسة. ما يصير المجتهد مجتهد بدون أن يبذل أقصى الجهود بدراسة الروايات وتقوية ملكة الاستنباط. ناخذ كمثال الإجازات العلمية للسيد السيستاني. إذا ترجع لمطالعة حياته العلمية وتشوف الإجازات اللي نالها من أساتذته، تلقى مسار الرواية ومسار الإفتاء بشكل واضح. في إجازة السيد الخوي: وقد أجزته أن يروي عني جميع ما صحت لي روايته من الكتب الأربعة التي عليها المدار: الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار. أدرك والحمد لله مناه، ونال مبتغاه، وفاز بالمراد، وحاز ملكة الاجتهاد. في إجازة الشيخ الحلي: وقد أجزت لجنابه أن يروي عني ما صحت لي روايته بأسانيد عن مشايخنا العظام، وقد كثرت المذاكرة معه فوجدته بالغا مرتبة الاجتهاد وقادرا على الاستنباط. في إجازة الشيخ الطهراني: قد صرف جل وقته في تحصيل علوم الدين، لا سيما مباحث علمي الرجال والحديث. أجزته في الرواية عني عن جميع مشايخي بجميع طرقهم، كما يشهد بسائر مراتبه العلمية وبلوغه رتبة الاجتهاد سائر ما كتبه في الفقه والأصول. أكيد السؤال اللي بنفسك الآن: إذا كان الاجتهاد وإفتاء الناس والتقليد موجود من زمان الأئمة ورواة الحديث سابقا نفسهم رواة الحديث اليوم، زين شنو تفسير أحاديث أهل البيت في ذم التقليد؟ والجواب: روايات ذم التقليد تحكي عن معنى آخر للتقليد ما له أي علاقة بموضوعنا، بس إجت ناس واستغلت تشابه الألفاظ حتى تشوش، مثل الوهابية لما يستغلون كلمة مصحف فاطمة ويهرجون علينا عندكم مصحف غير القرآن ومتعترفون بقرآن المسلمين. يستغلون سذاجة الناس اللي عبالها كلمة مصحف تطلق على القرآن فقط، بينما هي باللغة تطلق على أي كتاب. الجماعة نفس الشيء، يخلطون المعاني المستخدمة لكلمة التقليد ويخلون وياها شوية استفزاز نفسي، ما عندك عقل، ويضحكون عليك، والإنسان البسيط هو الضحية. وحتى تتضح الأمور عندك، التقليد يستخدم بثلاث معاني. الأول التقليد بالعقائد، يعني مسائل مثل توحيد الله أو النبوة أو الإمامة، وهذه أمور يقينية ما تتبع رأي واحد، وما يصير أروح المرجع التقليد وأقول لو سمحت أصدق بالنبوة والإمامة لو لا، وهذا التقليد باطل تماما، لأن المفروض اسمها عقيدة، يعني عرفتها حق وانعقد قلبك عليها وخلص. الثاني تقليد أهل القياس. بزمن الإمام الصادق كان بعض الشخصيات من غير أتباع أهل البيت يشوف نفسه عالم ويفتي للناس، ولما توقف عنده مسألة وما يعرف الجواب كان يصفن شوية ويعتمد على القياس والاستحسان العقلي. الاستحسان معناها يفتي على مزاجه، بس شوية لطفوها للكلمة، وهذا هم تقليد باطل تماما. وكل روايات ذم التقليد بدون استثناء، وكلمات العلماء مثل الصدوق والمفيد تقصد هالنوعين، وإلا مو معقول المفيد يذم التقليد من جهة ويكتب رسالة عملية من جهة ثانية مثل ما راح تشوفون. الثالث تقليد الفقهاء، يعني تجعل عملك مثل القلادة بعنق العالم، تقول أيها الفقيه أنا إنسان غير متخصص ومشغول برزقي وحياتي ويستحيل أقدر أتعامل ويا عشرات الآلاف من الروايات، وأنت اختصاصكم استنباط الأحكام من كل هاي الروايات، أنا أخلي مسؤولية عملي قلادة برقبتك وانطيني خلاصة حكم الشرعي. وهذا هو التقليد الصحيح والامتداد الطبيعي لمسلك رواة الحديث. بلهجة أخواننا باليمن إذا راد يتأكد من صحة كلامك يسألك قلدك الله، يعني مسؤولية هذا الكلام برقبتك أمام الله. يبقى سؤال أخير، شو تسمون الأمور الجديدة اللي طلعت بعد زمان الأئمة، مثل علم الأصول، علم الرجال، رسالة عملية،
هاي متعتبر إضافات زايدة؟ بالحقيقة هذا السؤال مثل واحد يترك بذرة بالأرض، ولما يجي بعد سنين ويلقاها شجرة يقول منين اجت هاي الشجرة؟ خلونا وياهن وحدة وحدة. الأول، علم الأصول هو العلم اللي ينطيك قاعدة عامة للحكم الشرعي. مثلا عندهم قاعدة أصولية يسموها أصالة الإباحة. قبل أكثر من 100 سنة ظهر للعالم نوع جديد من المشروبات اسمها المشروبات الغازية، وإجا سؤال الفقهاء هل يجوز شربها أو لا؟ هنا يجي العالم يطبق قاعدة أصالة الإباحة اللي تقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. يعني إذا بحثنا بالقرآن والسنة وشفنا ماكو دليل على حرمة هذا الشيء نحكم بأنه مباح. وهكذا كل شيء جديد يظهر بالمجتمع يكون تحت مجهر الفقهاء. أكو دليل على الحرمة يقولون حرام، ماكو دليل يروح تلقائيا لإصالة الإباحة. طبعا لا تتصور استنباط الأحكام بهاي البساطة، بس هذا للتوضيح فقط. أما مؤسس هاي القاعدة وقائل هاي العبارة حرفيا فهو الإمام الصادق عليه السلام، وهو اللي شجع رواة الحديث على علم الأصول بقوله لهشام بن سالم: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. والمعلوماتك أيضا، أول من كتب في علم الأصول هشام بن الحكم تلميذ الإمام الصادق، ومن الطبيعي أن يتطور هذا العلم ويتضخم بتراكم جهود العلماء من 10 قرون لحد الآن، حال الطب والكيمياء والفلك وغيرها من العلوم. الثاني، علم الرجال، أيضا مو شيء جديد، لأن الكذب والتقول على الإمام كان ولا يزال موجود، ولذلك الناس من زمان الأئمة كانت هواية تسأل عن وثاقة الراوي. فمثلا أبو الخطاب شخص منحرف كان يتقول على الإمام الصادق بأقوال عجيبة، ولما يجي واحد يتأكد يجاوب الإمام: فلا آجرني الله في أمواتي ولا بارك لي في أحيائي إن قلت له شيئا من هذا قط. ويجي شخص يسأل الإمام الرضا عليه السلام: جعلت فداك إني لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال عليه السلام: نعم. زين، لنفترض تريد تستغني عن تحقيقات العلماء بعلم الرجال وتروح مباشرة لكتاب الكافي الشريف، تفتح الكتاب وتطلع لك هاي الرواية: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلب بن ميمون عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل يحب إفشاء السلام. وهسه حتى تعرف هاي الرواية صحيحة لو لا، أنت أمام طريقين. إذا تقول أعتمد على نقل الشيخ الكليني وأعتبره ما ينقل إلا عن الثقات، فهذا رجوع للتقليد وعمل برأي الكليني وتوثيقاته الرجالية. وإذا تقول ما أخذ بدراسات غيري ولازم أتأكد بنفسي، فهذا شيء جيد. شوف لك طريقة وتأكد شنو معنى عدة من أصحابنا. منو أحمد بن محمد، منو ابن فضال، منو ثعلبة، ومنو محمد بن قيس. إذا محمد بن قيس الأنصاري فهذا مجهول، إذا محمد بن قيس البجلي فهو ثقة، وإذا كان محمد بن قيس الأسدي هم تخلص. هل هو محمد بن قيس الأسدي أبو قدامة؟ هذا مجهول. لو محمد بن قيس الأسدي أبو نصر هذا ثقة. هالكلمة اللي تعبرها على السريع لما تسمعها: روى فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام، لا تتصور سهلة. العلماء سهروا ليالي وصنعوا المستحيل للتحقق من وثاقة الراوي حتى تحفظ روايات آل محمد من التلاعب. إذا تحب وقف الفيديو وشوف. الثالث، الرسالة العملية. الفقيه أمامه 3 مهمات حتى ينطيك الفتوى جاهزة: يجمع الروايات ويحرص على عدم ضياع أو إهمال أي رواية، وبهاي المرحلة عندنا كتب الروايات. بعدها يروح المطبخ علمي اسمه البحث الخارج، وهناك التركيز كله على نقطة واحدة: فهم مراد الإمام. ومن كتب هاي المرحلة مثلا موسوعة السيد الخوئي في 50 جزء، معجم رجال الحديث في 24 جزء مليئة بالأدلة على كل فتوى. ثم المرحلة الثالثة: تبسيط لغة النص وكتابة خلاصة الآراء. وال74 كتاب للسيد الخوئي في مرحلة البحث الخارج يتم اختصارها بكتاب من جزئين: عبادات ومعاملات. وهذه هي الرسالة العملية. إذا واحد يقول ما أريد رسالة جاهزة، راوني أدلة أقوالكم، تفضل ارجع خطوة للوراء وادرس ال74 كتاب وشوف الأدلة. يقول لا، أريد الروايات كما هي بدون تدخلكم، هم تفضل خطوة ثانية للوراء وادرس كتب الروايات الأساسية. وأهلا وسهلا بيك إذا قررت تفني عمرك بطلب العلم. شوف هاي الأرقام عن كتب الروايات وعود دبر نفسك إذا تطلع لدوامك ب8 وترجع ب3 واحتاجت لك مسألة فقهية، شو وقت تحقق بهاي الروايات وتستنبط حكمك الشرعي. إذا تحب وقف الفيديو وشوف. طريقة التسهيل على الناس بالرسائل المبسطة والمختصرة بدأت من أول عصر غيبة الكبرى، وصدرت من ذاك الوقت رسائل عملية كثيرة. الهداية للشيخ الصدوق قبل 1058 سنة، وكان التشكيك مستمر.
المقنعة للشيخ المفيد قبل 1026 سنة، ونفس الشيء أكو ناس ما يعجبها العجب، شرائع الإسلام للمحقق الحلي قبل 763 سنة، وهم زين يومها ماكو فيسبوك وجيش إلكتروني يقول للناس كلام المحقق الحلي غير كلام المعصوم. وأما رسالة نجاة العباد للشيخ محمد حسن النجفي قبل 173 سنة فنزلت بجو هدوء، لأن جماعة ترك التقليد استهلكوا كل شبهاتهم والناس عرفتهم زين. هاي الرسائل نماذج مختارة من مئات إلى أن وصلنا لأفضل تنظيم برسالة العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي قبل 102 سنة، ثم منهاج الصالحين للسيد محسن الحكيم قبل 70 سنة، وهي المعروفة اليوم وأغلب المراجع كتبوا على نمطها. من يوم الغيبة لليوم طلعت والهسه تطلع وراح تبقى تطلع عشرات الحركات المنحرفة اللي تدعي المهدوية والارتباط بالإمام المهدي وتستغل حب الناس للإمام واشتياقه للظهور، شي باسم الباب الخاص للحجة، وشي باسم اليماني، وشي ابن الإمام. وخلال مئات السنين كان حجر العثرة الوحيد والسد الواقف بوجه هاي الحركات الضالة هو وجود العلماء اللي يحافظون على أفكار الناس. وممكن تتفق وياي أن هذا كافي حتى نفهم ليش هذا التشكيك بالعلماء. اللي يشكك بالتقليد يستفزك ويقول أنت مخير بين قول الإمام المعصوم وقول بشر عاديين. أكيد كلنا نختار قول المعصوم، بس انتبه لطريقته زين، تشوفه يعترض على شرح العلماء للروايات واستنباط الأحكام منها، وبنفس الوقت هو يقعد يشرح لك روايات ذم التقليد، يعني بالنتيجة يريدك تعوف تقليد العلماء وتقلده. عن الإمام الهادي عليه السلام: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا عليه السلام من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل.